السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي. هي جت متأخر شوية بس للأسف انا كان عندي الحمد لله رب العالمين، ربنا يكتر افراحنا وافراح المسلمين جميعا. بس رجعنا لكم تاني على طول الحمد لله. ويلا بينا نشوف النهارده وصفتنا خفيفة وظريفة، ومش هتحتاجي ان انت تجيبي شاورما سوري من بره تاني خلاص بعد الفيديو ده. حاجة بسيطة قوي. هنعمل النهارده استريبس الدجاج. هيبقى حلو كده ومقرمش، طريقة سهلة جدا جدا جدا. يلا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. زي ما انتم شايفين عندي النهارده حبايب قلبي، انا عندي صدر دجاج على بعضه، يعني ما قطعتهوش. بدأت كده ان انا اقطعه شرايح طويلة وما تكونش خفيفة عشان ما تنشفش مني، ونقعتها في مية بملح بليمون. بس كده. ودلوقتي الخلطة دي هقسمها على جزئين. هحط فيها ايه؟ حطيت معلقة كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، عليهم معلقة من الملح صغيرة، عليهم معلقة من التوم البودر والبصل البودر برضو بتكون صغيرة، ومعلقة كبيرة من البابريكا زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقة من الكزبرة اهو، وشوية شطة كده عشان تبقى سبايسي شوية معانا، ومعلقة صغيرة برضو من الكزبرة، ورشة من الحبهان البودر. هي دي الخلطة بتاعتي، ولا زودت حاجة ولا نقصت حاجة. دي الخلطة بتاعتي عادي خالص. يبقى حطينا ايه؟ حطينا كوبايتين من الدقيق، حطينا عليهم نص كوباية من النشا، وحطينا كل اللي هقوله ده. معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، وكمان حطيت نص معلقة حبهان بودر، ومعلقة كبيرة من البابريكا. دلوقتي انا قسمت الخليط، خدت منه كده بتاع بالظبط كوباية، حطيت عليها كوباية ونص مية اهو زي ما انتوا شايفين، ورحت حطيت بضاية، وطبعا الليمون لازم عشان دي طبعا للتتبيلة بتاعة الستريبس بتاع الدجاج اهو، ومعلقة من الزيت. بس يبقى انا خدت نص المكونات بتاعتي، حطيت عليها بضاية، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الزيت، وحطيت عليها نص ليمونة، ومعلقة صغيرة من الخل. بدأت بقى اضرب المكونات دي كويس جدا جدا جدا، عشان دي الانجريدينتس اللي هتنزل فيها الدجاج، وهتبقى جميلة جدا معاكي. سلام بقى، عايزة تدي الدجاج كده طراوة وتلاقيه من جوه طري وحلو وجوسي كده معاكي، وما يبقاش شادد، فحطي له معلقتين كبار من الزبادي. ده الخليط بتاعي تقل اهو زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى على طول ننزل فيها الفراخ بتاعتنا الجميلة اهو. زي ما انتم شايفين الخليط مش خفيف، خف معاكي. حطي له معلقة من المكونات الناشفة اللي احنا حطيناهم على جنب. بس حطينا بقى الفراخ بتاعتنا كده، وبدأنا كده ايه، غرقناها بقى في الصوص الحلو ده. هنبدأ كده نغطيها وندخلها التلاجة مش أقل من ساعة. ودلوقتي عملت سلطة الكول سلو. كان عندي معلقتين كبار أو 3 من المايونيز، عليهم زبداية كاملة، وجبت وبدأت كده أعصر عليهم نص ليمونة. واخدت كده، طبعا انا دخت، مش قادره اقول لكم دخت قد ايه، عشان خاطر جوزي يلاقيلي الكرنبايه الصغنونه دي. دوري على كرنبايه صغيره في كل حته، كرنب كتير خالص ومش لاقيينها. الحمد لله اخيرا انجاز اللي احنا لقيناه. حطينا بقى زي ما انتوا شايفين كده معلقه صغيره من بودره الثوم، بس زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وبدأنا كده نقلب كويس قوي 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 المكونات دي مع بعض وحطيت معلقة كبيرة من السكر، ودي مش اختياري، دي طبعا لازم تتحط. بدأت بقى بعد ما قطعت كده الكرنب، عندي سلايزز رفيعة جدا جدا، حطيته في الخلطة الجميلة دي، وحطيت عليها جزراية مبشورة برضو بشر ناعم. في ناس بتاخدهم تضربهم في الكبة نص جرشة كده وتحطهم زي ما بتحبوا، بس انا بحب طعمها يبقى في بقي كده.
بابدأ بقى كده خلاص دخّلتها كلّها في التتبيلة كده، وهي كل أمّا بتقعد كل أمّا بترخي أكتر زي ما أنتم شايفين، عشان أنتم عارفين إن الكرنب بيسرد سوايل شوية، فهاسيبها أغطّيها برضه وهاسيبها بالضبط نُص ساعة. يالّا بينا بقى علشان خاطر نحمّر الفراخ الجميلة بتاعتنا. أخدت كده الخليط اللي إحنا كنا عاملينه الجاف اللي على جنب اللي هو النُص التاني، أخدت عندي الفراخ من الخلطة نفّضتها كده وحطيتها بطريقة عشوائية في الدقيق، وحطيتها تاني وحطيتها كده في بولة مَيّة ورجعتها في الدقيق تاني عشان خاطر يعمل لي الcover كده اللي هو المضلّع ده. يبقى باخد كده القطعة باحطها في الدقيق بطريقة عشوائية، وافضل امسك فيها كده بطريقة عشوائية، وبعد كده باحطها في المَيّة مش باحطها كلها يعني يا دوبك باسقطها واطلعها في ثواني، وحطيتها على طول وقليتها. طبعًا كان حاصلة الكارثة اللي أنا باقول لكم عليها في الفيديو، الحمد لله إن هي جات على قد كده، زي ما أنتم شايفين للأسف كان عندي لبن وكله جه على الأرض غلا، والحمد لله يعني إن هي ربنا جه على كده، بس طبعًا الواحد بيزعل عشان دي نعمة ربنا، فللأسف سهو مني والحمد لله على كل حال. بدأنا بقى كده نركّب خدت بقى العيش السوري وبدأت كده أحط التومية أو الكول سلو اللي احنا عاملينه، وحطيت قطع الفراخ وشوية بقى جبن موتزاريلا وحطيتها كده على الطاسة على نار هادية قوي 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 برشة زيت، وألف هنا وشفا على قلوبكم، بجد تحفة تحفة جدا. انا والله كنت عامله لكم مقطع فيديو وانا بركب الحاجات، بس النور كان قطع والدنيا ما كانتش احسن حاجه، بس برضو قلت ما ينفعش استخسر فيكم الوصفه الجميله الحلوه دي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اهم حاجه ما تحطوها على الطاسه تكون سخنه قوي برشه زيت خفيفه وتقلبوها على الجناب، واحلى اكله تاكلوه وسهله قوي. وما تنسونيش لايك وشير سبسكرايب، بحبكم جدا.